بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم بعنوان نقطة مياه تساوي حياة. هذا هو عنوان لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول، اللهم آمين. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام حلقة مهمة جدا. ليه؟ احنا بنتكلم عن قضية مش قضية فرد ولا قضية مكان معين، وإنما بنتكلم عن قضية أمن قومي، قضية يعني بتهم كل الناس، الصغير قبل الكبير، قضية تهم المستقبل، مستقبل مصر، مستقبل دول كثيرة. هنعرف الكلام ده الآن. احنا هنتكلم مشاهدينا الكرام عن نقطة مياه تساوي حياة من منطلق ان بنقول قضية نهر النيل من اهم القضايا التي يجب ان تتصدر جميع قضايا الامن القومي في مصر لاسباب كثيرة. هنعرف الكلام ده الان ان شاء الله. وقضية الامن المائي يجب ان تتصدر قضايا الامن القومي ولن تعد تتحمل التهوين من شأنها ولا التأجيل. هقول لحضراتكم بعض المعلومات سريعة جدا علشان تاخدوا بالكم من اللي هنتكلم فيه. هناك معلومات عن عزم 11 نائب ينتمون لدول المنبع الإفريقية. أرجو أن الكل يركز معايا. بقول 11 نائب ينتمون لدول المنبع الإفريقية على اللجوء لمحكمة العدل الدولية للطعن على اتفاقية 1929 التي أبرمتها انجلترا مع مصر، أو بالتحديد انجلترا نيابة عن دول المنبع أبرمتها مع مصر بحجة أن هذه دولة احتلال ولا تعترف بهذه الاتفاقية زي ما بيقولوا. الأخطر من الكلام ده 11 نائب بينتمون لدول منبع الإفريقية، وهنعرف دول حوض النيل هي إيه، والحاجات دي كلها هتبقى بالتفصيل. أقول لحضراتكم سريعا 7 دول من دول حوض النيل اتفقوا مع بعض من أجل تخفيض حصة مصر من مياه نهر النيل، من مياه النيل. 7 دول اتفقوا على تخفيض حصة مصر. ال7 دول دول هنعرفهم حتى لو طول، عشان بس يعني احنا معانا ضيفين مميزين باذن الله تبارك وتعالى، هنعرف كل التفاصيل دي ان شاء الله. احنا في البدايه مشاهدينا الكرام بيسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا معالي النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بك التوفيق دايما ان شاء الله. الله يكرمك. ايضا يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا فضيله الاستاذ الشيخ عبد الله درويش خطيب مسجد الفتح برمسيس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ربنا يكرمك. بسم الله. حابة مع حضرتك سيادة النائب، يعني أنا قلت بعض المعلومات بسيطة جدا علشان بس ندخل في موضوعنا. أنا عايز حضرتك كده تشخص لي حالة المياه في مصر. نعم. في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما سيادتك تفضلت في الأول، قضية مستقبل المياه في مصر وحق الأجيال القادمة في الاستخدامات المائية من أخطر قضايا الأمن القومي. زي ما سيادتك تفضلت، يجب أن تتصدر جميع قضايا الأمن القومي في مصر. نعم، لأسباب كثيرة. السبب الأول، عندما نشخص حالة المياه في مصر، مصر مصنفة أنها تحت خط الفقر المائي. هذا واحد. خط الفقر المائي بيحدد نصيب الفرد سنويا ب1000 متر مكعب مياه سنويا. نصيب الفرد في مصر كام؟ 860 متر مكعب في السنة. هينخفضوا سنة 17 إلى 582 متر مكعب عام 2017 إن لم نتدارك الموقف. طبعا زيادة السكان والاستخدامات المطلوبة وخطط التنمية إلى آخره. أما نشوف مواردنا المائية حاليا كام؟ 71 مليار و400 مليون متر مكعب سنويا.
عبارة عن ايه؟ منين دول؟ اولا من حصتنا في مياه النيل اللي هم 55 مليار اللي هم بيتكون ال 71 مليار و4 من 10 من حصتنا في مياه النيل اللي هم ال 55 مليار و500 مليون حصتنا في مياه النيل، من مياه الامطار، من مياه الصرف الزراعي، من الخزان الجوفي. تمام. هنحتاج سنة 2017 86 مليار و4 من 10 عشان نشوف مدى الخطورة في المستقبل. احنا بنزيد، احتياجاتنا بتزيد، قدرة التنمية بتزيد، استخدامات المياه بتزيد، ولذلك الحصة بتتزايد باستمرار. طيب لما نيجي النهاردة نشوف الخطورة في ايه؟ الخطورة في استعمالات هذه المياه، تلك المياه، والإسراف الشديد في استخدامها. لو مسكنا مثلا نقول نظام الري في مصر، نظام الري نظام الري بطريقة الغمر، واخد بال سيادتك، بيستهلك من حصتنا في مياه النيل 45 مليار متر مكعب من المياه، بنسبة 82% من حصتنا من مياه النيل. وطبعا في خطورة على تغيير تركيبة للتربة نتيجة المياه بالغمر والأرض بتطبل إلى آخر كل هذه التعريف المعروفة. نيجي بقى نشوف الخزان الجوفي. فيه النهاردة تجريف للخزان الجوفي اللي هو يعني مدخرين الأجيال القادمة والوقت اللزوم. ألا تعلم سيادتك مثلا أن بتركب على الخزان الجوفي النهاردة في مصر 65 ألف بئر، غير المرخص منهم 40 ألف بئر. طب بيعملوا ايه؟ اولا في القرى السياحية المنتجعات بيقام منهم نافورات على الخزان الجوفي، برك صناعية، حمامات سباحة، ري ارض الجولف. شوف الاهدار والاسراف في هذه النعمة وفي هذه الثروة القومية وصل الى هذا الحد. ده سيادتك تعال بقى ندخل في الاهدار الخطير للمياه المنتجة او المصنعة، مياه الشرب. هنتكلم فيها حالا دلوقتي سيادة النائب، ولكن انا عايز انتقل للدكتور عبد الله درويش. في احنا يعني برضو احب اركز ثاني ونحدد الكلام لسيادة النائب خليل قويطة قاله. بيقول ان موارد مصر المائية بتبلغ 71.4 مليار متر مكعب من نهر النيل، والصرف الزراعي حاليا من بتشمل فيها نهر النيل والصرف الزراعي والامطار والخزان الجوفي. نعم. طيب احتياجات مصر من المياه ستبلغ 86 مليار متر مكعب سنة 17. نعم. والنقطة الثانية ان مصر تحت خط الفقر المائي. نعم. بحيث يبلغ نصيب الفرد سنويا من المياه حوالي 860 متر مكعب، سينخفض الى 582 متر مكعب عام 2017 ان لم يتدارك الامر. نعم. طيب في تهديدات بتواجه مصر الى غير ذلك، امور قانونيه وتاريخيه من نهر النيل هنرجع فيها وهنتكلم عن اهدار الثوره المائيه. نعم. حالا دلوقتي ان شاء الله. ولكن عايز انتقل لك يا دكتور عبد الله في مساله. انا عايز اقول مع كل الكلام والمقدمه الخطيره اللي احنا بنتكلم فيها، انا عايز اقول الماء من دلائل قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيعني هذا الموضوع من الخطورة بمكان، إذ الماء كما ذكر القرآن الكريم الماء هو سر الحياة. نعم. وهو منبع الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله سبحانه وتعالى يقول والله خلق كل دابة من ماء. إذن فهذا هو السر الأول للحياة الذي خلق الله سبحانه وتعالى منه الخلق، والذي لا يستغني عنه مخلوق. يعني بغير المياه لا توجد حياة سوية على وجه الأرض. ليس هناك طعام، ليس هناك شراب، ليس هناك طهارة، ليس هناك نظافة، إذ الماء. وحضرتك يعني يمكن تستوعب هذا الكلام أو يعني يتضح أكثر، والمشاهدون كذلك يتضح أمامهم الأمر أكثر. تخيل أن المياه انقطعت يوم في الشقة بتاعت حضرتك مثلا. صحيح. إزاي تعمل حمام، إزاي تتوضأ، إزاي تغتسل، إزاي تطبخ، إزاي تتوقف الحياة، وفعلا تشل الحياة. ولذلك نحن نقول إن الماء أولا هو من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، والماء كذلك
هو من نعم الله سبحانه وتعالى. من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى فالله لفت نظرنا إلى مسألة عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى في إنزال الماء من السماء. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لما ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا ويقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكرنا بهذا أن الماء جعل الله سبحانه وتعالى جعله طهورا وجعله منه الطعام ومنه الشجر ومنه كل شيء. لما ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى أن من دلائل قدرته أنه مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وأن مسألة وجود المياه ومسألة عدم طغيان المياه المالحة على الأرض اليابسة أو على الأنهار. يعني العلماء يقولون أن من عظمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الأرض اليابسة مرتفعة عن المياه المالحة وكذلك الأنهار، فدائما الأنهار تصب في يعني الأنهار اللي فيها المياه العذبة تصب في المياه المالحة في المحيطات في البحار المالحة وليس العكس. ولذلك هذا يجعل هناك توازن وكل شيء عنده بمقدار. إذن القضية أن الماء كما يعني تفضلت حضرتك وكما قدمت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى امتن الله تعالى بها علينا، وأخبرنا أنه هو القادر وحده على أن يرزقنا هذا الماء، حتى سألنا سؤالا في آخر سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذن هو كما تفضلت هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى ودليل من دلائل قدرة الله عز وجل، وهو في نفس الوقت نعمة عظيمة من نعم الله تعالى ينبغي أن نعرف قدرها وأن نشكره تعالى عليها. دكتور عبد الله، أنا حاجة سيادة النائب أنا عايز أدخل معاك في الموضوع عشان برضو الصورة تبقى واضحة مع مشاهدينا الكرام. أنا عايز حضرتك تقول لنا دول حوض النيل ال10 دول هم إيه؟ النقطة الأهم والأخطر اللي أنا عايز حضرتك توضحها لنا وتوضحها لكل مشاهدينا في كل مكان، إن هناك خطر بيواجه الأجيال، بيواجه المستقبل، بيواجه مستقبل مصر المائي. إن هناك بقول لحضرتك 7 دول اتفقوا على إعادة توزيع الأنصبة من جديد. قول لنا الحكاية. بس بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة ثنية أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ ملهم؟ أهلا بيك. حاجة ثنية، أخبار حضرتك؟ أهلا وسهلا، الله يكرمك. ربنا يبارك فيك، مش هطول عليك. جزاك الله خيرا وجميع العاملين بقناة الله يكرمك، اتفضل. حضرتك في عندنا جمعية نسائية في شارع جسر السويس، محطة حسونة، اسمها محطة حسونة. كل يوم على الله أنا حزينة فعلا بيمسح الرصيف كل يوم بماء خرطوم مطافي. وانا قلت له حرام عليك الميه اللي انت بتخدرها دي. احنا في يوم من الايام هنحتاج نقطه ميه. ده انا عايزك بس يا حاجه ثانيه، ربنا يكرمك وكلامك ده يعني عايز الكل ينتبه لكلامنا النهارده. والله هتفاجئوا بكلام يعني ده احنا المفترض نحافظ على نعمه ربنا اللي اداها لنا نعمه المياه. ده احنا هنسمع كلام هنفاجئ بيه الان والله. ربنا يجازيك خير يا استاذ ملهم على البرنامج. والله انا سعيده ان ربنا وفقني النهارده بالمداخله دي. ليا الشرف، ربنا يكرمك. ربنا يقدرك يا رب. انا زعلانه فعلا ان هو كل يوم على الله الصبح وبالليل بيمسح الرصيف. في رصيف في الشارع بيتمسح يا استاذ ملهم. تمام حرام ما يرجعش. حاضر، هنتكلم فيها الاسراف في موضوع الميه. حاضر. ان هم يعني دي جمعيه نسائيه يعني جمعيه فيها بتعمل خيرات. تمام حاضر. فحرام عليهم ان هم يعملوا. حاضر، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. ولو سمحت لي اولا انا بحيي الحاجه سنيه على غيرتها الوطنيه ورؤيتها فيما يختص